الحكاية تاع اليوم تحكيها أنا ممرضة في مستشفى من المستشفيات. تقول حبيت نحكي لكم حكاية صارت معايا ومراها سر ما قلتو لحتى واحد. الحكاية بدات كي كنت قاعد واحد النهار. هذيك الليلة جابولنا مريضة تحرقت في حالة حروق بزاف عميقة، تشوهت كامل، جات قريب مفحمة. جابوها في لومبولونس، دخلوها ودخل معاها الطبيب وممرضة واحدة أخرى. وانا كنت نهضر مع لومبولونسيي، قال لي لو كان تشوفي الحالة اللي لقيناها فيها، واحد من الجيران ما راح ليها ولا حب يمسها، خلوها هكذاك شحال وهي تعيط، ما قدروش يمسوها على خاطر مسكونة، كامل خافوا يقربوا منها. قلت له يا لطيف، ودخلت انا تانيت مع الطبيب، وزادوا جاو واحد اخرين كانوا في السبيطار وكانوا يديروا لها في الدواء والاسعافات. الحالة اللي كانت فيها ما تعجبش، ماشي تاع الحياة. كي كملوا داوها للبلاصه اللي تقعد فيها، وكانت فارغه فيها غير هي. انا هذيك البلاصه بدات ما نحبهاش على خاطر ماتت فيها اختي، وحطوها في هذاك الفراش بالذات اللي كانت فيه اختي. قال لي الطبيب ابقاي معاها، ما تخليهاش، لازم واحد يبقى معاها، وهي ما جا معاها حتى واحد. قلت له الطبيب واش قال لي لومبيلونسيي؟ قال لي من نيتك بركاونا من هاد التمسخير ضلوا تضيعوا في الوقت. انا ما كنتش حابه نقعد معاها، قلبي كان بزاف مزير، كانت بزاف تخوف، فاتوا عليا بزاف حالات. بصح هاد المراه تخرج منها واحد الطاقه السلبيه، وزيد حطوها في الفراش تاع اختي. بقيت نشوف معاها وتفكرت اختي يومين وهي تتعذب في نفس البلاصه قبل ما تموت. غصت ورحت بعيد حتى لقيت دموعي يحبطوا، وما فقتش حتى حسيت واحد حط يدو عليا. كانت واحد الممرضه معايا، قالت لي منيره واش بيكي تبكي؟ قلت لها والو سوسو، تفكرت اختي برك. قالت لي ربي يرحمها، هم السابقون ونحن اللاحقون، يسعدك يا فاعل الخير. وحكيت لها على المراه هذيك واش سمعت عليها، وقلت لها راني بزاف خايفه منها، ما على باليش وعلاش. قالت لي بركي ليكي مسكينه ماهيش كامل جايبه خبر، تحبي نجيب لك المصحف تاعي بالك تحسي روحك خير؟ قلت لها ديري فيا مزيه. راحت وجابت لي المصحف وبقيت نقرا فيه، حتى ما على باليش كيفاش داتني عيني، ونمت حاجه بيزار. نمت روحي في طريق طويل، وكنت نشوف اختي بعيده عليا، وكان واحد يتبع فيا. انا خفت وبديت نمشي بالزربه، واللي مورايا حسيته زاد في المشيه تاعو، وليت نجري كتر وهو يجري ويسيي يحكمني. واختي تعيط غاولي منيره غاولي، بالك تخليها تحكمك، لو كان تحكمك تضيع لك حياتك كيما ضيعت لي حياتي. فطنت، قلبي يخبط من الخوف. بقيت نسمي ونتعود ونشوف ديك المراه راقده. قلت لها في قلبي يا لطيف، عرفتها باللي وجهك تاع النحس. شديت القران وكملت نقرا حتى بدات تطلع الشمس، وجاو الخدامين ودعمر السبيطار، وجا ستاف اللي مورايا، ورحت انا لداري. لقيت ولادي راحوا يقراو، اتوشت ورقدت شويه. من بعد نضت خدمت شغلي وطيبت لولادي. كي جاو تغدينا ونضت قريتهم شويه وكملت نهاري عادي. غدا من داك رحت للخدمه، ولقيت هذيك المراه في بلاصتها كيما خليتها. بقيت نشوف معاها حتى لقيتها تحرك في يدها. رحت نجري للطبيب، جا شافها قال لي بدات تفطن. بالك من الغدوه تفطن كامل ولا قدره ما تفطنش، وهذا برك سيستم نيرفيو تاعها خدم وتحركت يدها. كملت خدمتي هذاك النهار وما فطنتش، وبقات شحال من نهار هكذاك حتى نهار لاكارت ديالي. كي جيت لقيتها حلت عينيها، والطبيب قال لي باتي معاها. قلت له في قلبي تانيت، ما على باليش وعلاش قلبي مزير وخايفه منها. بقيت معاها وكان سكات في السبيطار، وجبيه 2:30 تاع الليل نسمع صوتها بلا عقل. قالت لي ارواحي قربي ما تخافيش مني، لازم نوصيك وهذه امانه في رقبتك. انا مت بالخلعه وما عرفتش واش ندير. بديت الكرسي تاعي وقربت منها باش نقدر نسمعها ونركز معاها. قلت لها انعم. قالت لي انا راني ميته وربي مد لي في عمري باش نوصيك، اسمعي وصايتي للاخر ووعديني غير ديريها. قلت لها اذا قدرت ما كانش مشكل، بصح راكي في حاله ما لازمش تهضري بزاف، ماشي مليح ليك، خليكي تبراي ووصيني. قالت لي ما نقدرش، لازم نهضر باش نكفر على الذنب ديالي، اسمعي لي بلا ما تقاطعيني. تنهدت وتنفست وقالت لي واسمني اسماء، راني فايته 43 سنه. كي كانوا يشوفوني يقولوا عندي 25 سنه، على خاطر ملي كنت صغيره نحب لامود والتجميل والماكياج. الحلم ديالي كان نحل صالون. مي كي تزوجت الحلم تبخر، لا فامي تاع راجلي كرهوا لي حياتي، سورتو كي عرفوا بلي ما نولدش. تشرجرني وخرجني في الليل من الدار ورماني برا وراح طلقني. ما حبش حتى يمد لي قشي اللي جبتو معايا. الحمد لله لقيت دار بابا وليت ليها. بابا مات قبل ما نتزوج، ويما مور ما تزوجت ب6 شهور، كانوا مراد، واخويا عايش في الغربه ما يجيش كامل. حليت الدار وسكنت فيها، وبقيت نحوس على خدمه بدبلومات دياولي عندي في الحفافه والاستيتيك والميك اب، نعرف لهم كامل. كان لازم نلقى خدمه باش نصرف على روحي. لقيت في صالون كبير ومعروف في ذاك الوقت، الخلاص كان مليح خصوصا لخدماتي شابه. مي بصح مولات الصالون قبيحه، وموصيتنا باللي الكليه وش يعمل لنا ولا وش يقول لنا نقولوا حاضر حتى لو كان يدلونا. وصح كانوا يجوا ناس حاسبين روحهم شادين السما ودايرين كي شغل تقاشر عندهم، وانا ما نحبش اللي يدلني. الحاجه اللي كانت مخليتني نبقى تم هي الخلصه مليحه. صح مولات الخدمه تهمبر علينا بزاف، مي تخلصنا.
بقيت نحوس على حل ونقصت من المصروف ديالي، وليت نخبي دراهم باش نحل صالون. موراها ب3 سنين طميت شويه دراهم ودرت كريدي وحليت الصالون ديالي. مع الاول كانت الخدمه ماشيه، بعد جات كورونا وكلش تقفل. سوفريت دورو ما كان عندي، ضعت بالجوع والمرض والكريدي على ظهري. كي خلاص الكونفينمون تلاقيت وحده تكون لي من البعيد، حكينا وقلت لها حالتي. قالت لي شوفي اسماء، اذا صهرك حابه تخدمي نقدر نعاونك، انا نجيب لك لي كليون وندير لك لا بوب، مي على شرط ديري واش نقول لك بالحرف وبلا ما تسقسيني وعلاه ولا كيفاه. اذا سقسيتيني مره على كاش حاجه ما تزيدي تشوفي حتى كليون من عندي. قلت لها ما نسقسيش جيبي لي برك. قالت لي مالا شوفي كي يجوك لي كليون الناس اللي نعطيلك اسماواتهم لازم كي تقطعي لهم شعرهم تجيبي لي منه. وحاجه مهمه، باليكي تخلطي الشعر مع بعضه، لازم يكون مفرق. ونزيد لك راني رايحه نخلصك على الشعر اللي نديه بلا الخصل اللي تديها من عند الناس كي تمشطي لهم وتماكيي لهم. موراها بيومين عيطت لي قالت لي غدوه يجوا 10 تاع لي كليون، وعطاتني 2 اسماوات قالت لي هادو ما خبي لي من شعرهم اللي تقطعيه وانا نجوز نديه. رحت نجري للصالون تاعي ونقيت كلش وبديت نوجد، وعيطت للبنات اللي كانوا يخدموا معايا كيف تحت، ماتوا بالفرحه وجاو الصباح بكري وبداو الناس يجونا، وانا بقيت نعس هذوك الزوج. كي جاو انا مشطت لهم وقطعت لهم في بيت وحدهم، قلت لهم هذه تاع الناس سبيسيال تاع الفي اي بي، ودرت كامل واش قالت لي. ودات العشيه دات الشعر وعطاتني 3 ملايين، قالت لي حقك. وقبل ما تروح قالت لي راني نزيد نبعث لك ناس، وكي نسحق منك شعر راني نعيط لك. انا كنت على بالي رايحه دير بهم حاجه ماشي مليحه وباللي تخدم مع السحارين، مي انا درت النيه في الهبال. كنت محتاجه دراهم، عندها بزاف المعارف وبزاف الناس يخدموا معاها، وحوانت تعقش العرايس على بها تعرف وين دير لي لا بوبليسيتي وتبعت لي كليون. بدات تمشي لي الخدمه، كاين اللي كانوا يجوا من عندها وكاين اللي جابوهم لي كليون خدمت لهم، على خاطر صح خدماتي مليحه وكاليتي. موراها درت باجا في الفيسبوك والانستغرام ووليت معروفه، والصالون ما يفرغش، وزدت كبرت فيه ودخلت خدامين جدد، ولاو لي رونديفو حتى 6 شهور محكومين. بصح دايما نخلي بلاصه للناس اللي تبعتهم لي هذيك اللي تكون لي باش نحي لهم شعرهم ونمدوه لها باش يسحروا به. ولات تبعت لي بزاف، كنت مخلوعه من الكميه تاع الناس اللي تدير في الشر في اقرب الناس ليهم، هذه تجيبها خالتها، هذه بنت عمها، هذه اختها، شفت كل الانواع. حتى واحد نهار بعثوا لي واحده واسمها حيزيه، جابتها بنت عم راجلها، حطتها وقالت لها نولي نرفدك. الطفله شويه تخلوله على قد حالها، وغير دخلت قعدت وبدات تحكي لي وتهدر. انا ما كنتش نتصر لي كليا، ما نحبش نعرف حكايتهم، بصح هذه حيزيه ما قدرتش نقاطعها. وحدها بدات تحكي لي في حياتها واش دايره فيها. قالت لي جابتني بنت عم راجلي اليوم عيد زواجي، قلت نبدل شويه، حبيت نفرح راجلي بالك يهديه ربي من جهتي، يدير لي يقول لي انتي كي البومه دايما مشنفه ومكشرده. صح مر ما ماتوا والديا في كورونا طلقت شويه روحي، ما وليتش نسقم، كنت حزينه عليهم ما قدرش نصبر على فراقهم. تخيلي هو كان يضل يعاير فيا، وصل حتى يضربني يقول لي سقمي روحك. حبيت نسقم علاقتنا. مالا بنت عمتو كي اختو قالت لي انا نديك عند واحد الحفافه تردك تهبلي، وهي خلصت لي مسكينه. بزاف ناس ملاح تعيشي تهلاي فيا. قلت لها في قلبي ناس ملاح، لو كان تعرفي واش راهي تحفر لك. ضحكت لها وقلت لها ما كانش مشكل. قطعت لها شعرها وخبيته بلا ما تشوفني، وصبغت لها ورجعتها بوبيه. كي كملت لها بقات تعنق فيا وتقول لي ربي يفرحك وليت عروسه. حيزيه هذه جايه من النوع اللي بزاف بريئونيه. راحت حيزيه وجات لي تقول لي باش تدي امانتها، عطيته لها وما على باليش وعلاش قلبي واجعني، بقيت نخمم فيها مالغري جازوا عليا قبلها العشرات بزاف بالك فاتوا 100 ولا 200. بقيت نقول في راسي خلاص درك الكريدي ورجعته والخدمه عندي معمره، علاه مازالني ندير هكذا، وقررت نحبس. الصباح عيطت لي تقول لي وقلت لها خلاص ما زيديش تبعتي لي البنات. انا كنت متخيلتها تزعف وتعيط، ما قالت لي والو غير كيما حبيتي، وضحكت ضحكه صفرة. موراها كملت عشت عادي، حتى تأنيب الضمير ما كانش عندي. حتى واحد النهار تعرفت بواحد لاباس به وديسيدنا نتلاقاو نخرجوا نتعشاو. هذاك النهار قررت نتهلا في روحي، قطعت شعري، صبغت ودرت نيتواياج. اللي يشوفني يقول في عمري 25 سنه. تلاقينا وعجبني وعجبته وتفاهمنا نبقاو ان كونتاكت. موراها بشويه قطع عليا ولا ما يعيط ليش وما يريبونديش، وحالتي بدات تتبدل، شعري بدا يطيح ووجهي يدبال وبديت نمرض. عيت من طبيب لطبيب، كامل يقولوا لي ما عندك والو. موراها وليت نشوف حيزيه في كل بلاصه تشوف فيا وتضحك، وماشي غير هي، كامل اللي نحيت لهم الشعر وليت نشوفهم. وليت قريب فرطاسه، شعري كامل طاح، حتى شريت بيروك. رحت للبسيكياتر وليت نشرب الدواء، نشوف حاجات ونسمع حاجات، وهدوك اللي اديتهم يضحكوا عليا.
كي كنت نشرب الدواء مع الاول كنت نحس روحي مليحه وما نخافش بزاف من هادوك النساء اللي نشوفهم، وحتى رقدة نرقد شويه وما ننومش. بصح مع الوقت الدواء ولا ما يدير لي والو، وليت كل ليله النوم بمرة من هادوك تخنق فيا ولا حابه تقتلني، ويقولوا لي جينا ندو حقنا منك. وليت نبات نعيط، حتى جيراني يكسروا الباب وكي يدخلوا يلقاوني معوجه كامل، كانوا يدخلعوا. زاد صوتي ولا يتبدل، حتى ولاو يخافوا يقربوا مني ويقولوا لي مسكونه فيها الجنون. حتى الصالون نقصوا منه الناس، وكاين ميم اللي بلي رونديفو ما يجيوش. انا وليت ما نقدرش نخدم، واصلا اللي يشوفني يتخلع. عرفت باللي كاش ما دارولي، رحت للصالون ورجعت لي كاميرا دو سورفايونس. للنهار قطعت شعري وشفت وحده كانت تخدم عندي دات منه، موراها حبست الخدمه وقالت لي حنتزوج. فهمت الفيلم واش صرا، اللي تكون لي هي اللي دارت لي هكذا. خلصت الخدامه باش تسرق شعري، عيطت لها قالت لي واقيلا حسبت لك كيما دخلتي كيما تخرجي، مانيش جاي تبروفيتي مني وكي تطلع بيك ترمي لي الماء. بقيت شحال نستنى وقتاش تغلطي، ونهار غلطتي خدمت خدماتي كيما طلعتك كيما نرجعك لتحت وكوبات. موراها بديت نجري من راقي لراقي، ما داروا لي والو. كنت نتعذب ما نرقدش، هذوك النساء كل يوم نشوف وجههم يخوفوا اكثر. الماكله وليت ما نقدرش ناكل، ما نقدرش نرقد، وانا دايما وحدي كي الغوله. حتى قررت نحبس هاد العذاب ورميت على روحي ليسونس وشعلت النار باش نتهنى. ما تهنيتش، حتى فطنت وانا هنا. 3 سنين من العذاب وما زال. كانت تحكي وتبكي وتتوجع، مالغري دارين لها بزاف دوا باش ما تحسش بالوجع. قالت لي بالك ما توصليش حكايتي. انا تاني كنت نبكي بحرقه. خرجت من عندها ما قدرتش نحمل، رحت للاداره قلت لهم راني مريضه ما نقدرش نكمل لاكارد، وصح كنت نبان في حاله. رحت للدار صباح شويه 10 تعيط لي سوسو، قالت لي خير منيره واش بيك البارح رحتي وما شفتكش، قالوا لي راكي مريضه واش راكي يضرك. قلت لها لاباس راني خير شويه، ديت كونجي 4 ايام نريح. قالت لي مليح. من بعد خبرتني بلي هذيك المراه المحروقه ماتت. قلت في قلبي لو كان غير ما ماتتش وبقات تتعذب. توضيت وبقيت نصلي حتى حسيت شويه بالراحه، ومن بعد لبست حوايجي ورحت للجبانه. مشيت وانا دموعي كي الواد حتى لحقت القبر حيزيه اختي العزيزه، باسمها على حيزيه تاع الغنيه. كانت صحنيه، طحت على قبرها وبكيت. قلت لها سمحي لي كنت مقصره معاك، بصح درك ناخذ لك حقك ونخبر لابوليس ونعطيهم كامل واش قالت لي هذيك الشيطان. عطاتني الاسماء تاع اللي تكون لها وشويه من الناس اللي كانت تخدم معاهم هكذا باش ما يأديوش بنات الناس مره واحده اخرى. لازم نفضحهم لازم. كي حكيت لي كنت رايحه نقتلها قالت عليك بهلوله شعرها وندير لها تشكه معمره بالهواء نكمل عليها بيها. من بعد قلت خلي ما تموتش وتبقى تتعذب على واش دارت، بصح ربي داها هو اللي عالم. وبنته مراجلك يجي نهارها ونحاسبها، ترك ولادي مازالهم صغار. وراني حكيت حكايتك باش الناس كامل تاخد حذرها.